السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ده الفيديو التاني اللي هو الجزء التاني لتوقعات يوم السبت 2/3. اللي ما شافش الجزء الاول يروح يتفرج عليه. وده الجزء التاني لباقي الماتشات، عشان يوم السبت بتكون الماتشات كتير جدا، مش هينفع نعملهم في فيديو واحد عشان الناس ما تتوهش. اولا بنبارك للناس اللي كسبت القسيمة، اخر قسيمة عملناها كانوا 5 ماتشات، 5 من 5 فازوا. الناس الجديدة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان توصلكم التوقعات كل يوم. عشان ما اطولش عليكم، خلينا ندخل على الدوري الألماني. طبعا الدوري الألماني فيه مدعكة حرفيا النهاردة. أول ماتش أو بروسيا وماينتس. احنا هنقول فوز بروسيا. طبعا الناس اللي عايزة تتوقع ماتش لوحده وتتوقعه ما تعملش زي انا كده. انا بعمل قسيمة مطولة، بس القسيمة المطولة دي ما بتكونش مضمونة، لان لو ماتش خسر الباقي كله بيخسر. بس انا بعملها مطولة بحيث ان احنا اللي نلم كل اللي بنتوقعه في قسيمة واحدة. يبقى اول ماتش هنقول فوز بروسيا مع انها بتلعب بره ارضها. تاني ماتش لايزبرج ونادي بخوم، هنقول فوز لايزبرج. تالت ماتش معانا اوغسبورج ودارمشتاد، ده 98. طبعا ده اخر الدوري، الفريق ده ما قدمش اي حاجة اصلا عشان نقول ان هو يقدر ينافس او يقدر يعمل حاجة في الماتش. هنقول فوز اوغسبورج. الماتش ده هنقول اللي هو فرانكفورت وهيندهايم هيدنهايم. انا بقول الماتش ده يخلص تعادل، بس يفضل ان الناس ما تحطش الماتش ده لانه برضه مش مضمون. الماتش الاخير هو بروسيا دورتموند ويونيون برلين، هنقول فوز دورتموند. وشتوتجارت وفلوسبورج. انا برضو مش بفضل ان انا احط الماتش ده، مش هختاره. يبقى احنا كده اخترنا 5 ماتشات: لايسبرج، بروسيا اهو. طيب تعالوا نشوف ال5 ماتشات دول الريت بتاعهم مضروب في كام. الريت بتاعهم مضروب في 121.66. يعني زي ما احنا شايفين لو حطيت 20 يرجعوا 2433. خلينا نخرج نروح لدوري تاني. هنروح للدوري الاسباني، بطولة اسبانيا. ريال سويداد واشبيلية. هقول برضو اللي مش عايز يتوقع الماتش ده ما يتوقعوش. انا هقول فوز او تعادل ريال سويداد، لان اشبيلية الماتش الاخير كسبان فرق كبير، بس ما بتقدمش برضو اي عروض السنة دي يعني. الماتش ده كادز ورايو في فيلكانو، هنقول فوز رايو فيلكانو. لاس بالماس وغتاف، الماتشات دي غالبا بتخلص 0-0 اصلا، فانا مش هراهن على الماتش ده، مش هتوقعه. الماتش الاخير ريال وفالنسيا. طبعا الماتش ده ممكن يبوظ لك القسيمه كلها، لان الماتش ده هيتلعب في ارض فالنسيا، وفالنسيا رخمه جدا على ارضها. فاحنا مش هنقول، محدش يقول فوز الريال، هنقول فوز او تعادل الريال، لان فالنسيا رخمه جدا على الملعب بتاعها. خلينا نخرج كده. انا مش هفضل النهارده اللي انا ابص على ماتشات الدوري الايطالي، كده كده في 3 ماتشات. الدوري الايطالي دوري رخم ومش بيقدم ماتشات كويسه اللي انت تقدر تتوقعها يعني. خش على الدوري الانجليزي، ويست هام وايفرتون. هنقول الماتش ده هيجي فيه اكتر من هدف.
توتنهام وكريستال بالاس هنقول فوز توتنهام. فولهام وبرايتون مش هنتوقع الماتش ده. تشيلسي وبرينتفورد، طبعا تشيلسي خارب الدنيا الموسم ده، برضه مش هنتوقعه. ليفربول ونوتنجهام، طبعا اغلبيه تقول فوز ليفربول. انا بقول ان ليفربول فرقتها كلها مصابه، بيلعبوا بالاحتياطي او بالناشئين كمان، فمش هنتوقع فوز ليفربول. ما هو انها كده كده هتكسب يعني، بس في الاضمن هنقول فوز او تعادل ليفربول. نيوكاسل وولفرهامبتون، هنقول الماتش ده هيجي فيه اكتر من جون. استون فيلا ولوتون، هنقول فوز او تعادل استون فيلا. طبعا دي كانت توقعاتنا النهارده. الجزء التاني اللي مشافش الجزء الاولاني يروح يشوفه. في نهاية الفيديو بشكركم على حسن المشاهدة. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان التوقعات كل يوم توصل لكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.